هوا ماكو، لان هوا ماكو تريد تطير بس هوا ماكو. هذا حال العراق، هوا بي ماكو. السلام عليكم، حياكم الله شباب. اليوم احنا عندنا صناعة طائرة ورقية. بس شنو من طائرة؟ شنو العجب بيها؟ راح احط فيها العلم العراقي. طبعا هذا الشكل مال الطائرة اوكي، بس شنو ما حاط من هنا اعوده. فجبت هاي الخشبة حتى قصنها. نجيب الخشبة نقصها من هنا، نقصها بهذا الشكل، شكل خفيف جدا يعني، مو طلعونها تخربونها. خليها بهذا الشكل ضعيفة يعني، تمام. ما مساوية، خرب حظي. شوفوا وهسه كملت الاطراف، بغى شنو بس شوية ما مسوية هسه، ما ادري هيك. راح اسويها من هنا يعني الحبل مالها. كملوا وياي. هسه كملت لها كل شيء، سويت لها تبديل جير، سويت لها هنا سويت لها يعني حتى مال الحبل ارفعه وانصله، شنو انزله فبقى شنو اسوي لنا ذيل لها، لا ما طير بدون ذيل. وهسه هذا الذيل جبته راح اربطه بالطياره. خنشد باع ترى باع. بالاول يجيبون ذيل يا اخوان ويشدونه يشدونه شدتين. هاي اللي يتعلم يصنع له طائره ورقيه. وهاي هي شو يسمونها، طائره علاقيه لو ورقيه. هاي مصنوعه من العلاقي. اقول لكم هي شلون تطير هيك. والله كني مسويها بالمقلوب انا اخوان، والله صدق سويتها بالمقلوب. هاي لازم تصير فوق مو جوا. هالاراك هسه سويتها التوب اخوان. هسه بقى شنو؟ نخلي العلم العراقي. وين العلم؟ هذا العلم. هو العلم يعني مجعص، شنو شاده بالخانه. لا كنت حاطه ورا الدرع. اللي متابعيني يعرفون وين كنت مخليه. بالاول خلينا نشد الحبل حتى بعدين نحط الدرع. العفو شنو نحط الدرع؟ نحط العلم العراقي. نقدر نبدلها. شوفوا هسه سويت هيك، ونقدر ايضا نرجعها. تمام. هسه وضعيه بغيت شنو؟ نحط العلم العراقي. حطيت العلم العراقي هنا، بس خاف ياثر على الطيران مالها، وهي مو ثقيله صايره شوي. خلينا نحاول نطيرها. يلا تعالوا. يا الله نطيرها. ما جاي يجي هوا قوي. روح طير. خلينا نفتح بكره. نفتح له بكره يا ولد. يلا طير رحمن ربك طيري. شنو السالفه؟ طاحت والله مأيسة. يمكن تشيل علم ثقيل، اعتقد علم ثقيل. ليش؟ طير يلا على القران طيري. انقلب العلم العراقي مثقل بس والله الا طيرك اطيرك يعني اطيرك. راح تطيرين لو كلا واتمن. يلا اما لا والله بدأت ترتفع. بدأت تجي قامت تطير وحدي. تو كان بيها ثقل من ورا العلم اعتقد. خطيت تريد تطير بس هوا ماكو. شو تسوي؟ هذا حال العراق، هوا بي ماكو. شنو هوا بي؟ يلا طير. العالم الطير زواجي، الا انا طير العلاليق بالجو. طارت يا ولد. يلا الشبكه بقرة. تعال على والدتي. ظلت معلقه بالجو. وهاي كانت اول حلقه من تجارب جنونيه. انتظرونا بالحلقات القادمه بهاي السلسله ان شاء الله. واذا عجبتكم هاي الفقره الاولى حط اشتراك بالقناه. خلينا نوصل 200,000. يلا شاد الفيديو شبيك حبيبي.